هي يا جيرلز عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. ريفيو النهاردة عن عطور لطافة. ريفيو النهاردة ريحته حلوة. ريفيو النهاردة لمدمنين العطور، الناس اللي هي بتحب تدلع روحها، تغمر روحها بالعطور الحلوة، الناس اللي بتتبسط من العطور الحلوة. على فكرة احنا محظوظين جدا ببراند لطافة، لانها فعلا انا حاسة ان هي عملت لنا كده استغناء عن البرفيوم بقى، المستوردة بقى الفرنسي والأوروبي والحاجات دي كلها. حاسة ان هي عوضتنا كتير بصراحة عن الحاجات دي كلها، وبراند عربية وبراند فعلا تحفة تحفة اكتشاف يعني. حبيتها جدا وحبيت يعني أذواق عطورها وتقلها وثباتها وأسعارها، كل حاجة فيها تحفة بأمانة. النهارده بقى هقول لكم ريفيو عن كام منتج كده او كام عطر من عطور اللطافة اللي هم نزلوا الفترة اللي فاتت. هقول لكم بقى مفضلاتي وايه اللي انا محبيتهوش ووصف كل عطر فيهم، وتابعوني. هنبدأ بأول حاجة بعطر يارا البينك. بصوا يا جماعة، العطر ده بأمانة أنا هكلمكم بقى بأمانة. أنا أول ما شميت كده يعني أول ما اتعرفت على عطور لطافة قلت لأ بقى شرقي بقى وريحة بخور وحاجات تقيلة بقى لأ يا جماعة، لأ ده حاجة كده تخطف حاجة. يعني بجد أنا مش عارفة انت ازاي ممكن تشمي إيه برفيوم يارا ده وما تاخدوش، انا مش عارفه يعني ازاي. ريحته تحفه تحفه تحفه. ريحته بقى يا جماعه العطور اللي هي الكلاسيك اللي هي تقيله بس مش مؤذيه للشم. زهره بس مش بتخنق، حاجه كده يعني. حبيته قوي، عطر كده تحسوه انوثه كده وراقي وحاجه كده يعني. حاجة كده قمر بصراحة، حاجة كده تحفة. حبيته جدا حبيته جدا جدا. من ضمن مكوناته عطور وفواكه وعنبر وخشب صندل وفانيليا، ميكس كده غريب، عامل لك تركيبة ومود تحفة. بالنسبة ليارا الأورنج، تقريبا في نفس المكونات شوية بس حاسة ان هو شجري اكتر، لان من مكوناته برضو في مانجا وفي حاجات شجري اكتر واتقل من البنك. فبصراحة ما حبيتوش قوي زي البنك، يعني بالنسبة لي انا البنك ريحته اخف. على حاسة الشم كده، حاسة ان هو خفيف كده في الشم وانوثة اكتر، وحاسة ان هو يعني راقي اكتر. ده تقيل وشجري بتاعه تقيل قوي، للناس اللي بتحب الحاجات التقيلة بقى هيبقى يارا الاورنج تمام، هيعجبهم. لكن انا بالنسبه لي بصراحه ما عجبنيش قوي. وبرضه في بسمع يعني انا شفت يارا كاندي ويارا وايت، دول ما شمتهمش بصراحه. لكن دول بس اللي كانوا متوفرين معايا. فانا هدي اليارا اورنج 5 من 10، ويارا البينك 10 من 10. آم، اتمنى ان هي تكون عند كل بنت بصراحة. نيجي بقى هنا لأميرة العرب. أميرة العرب دي يا جماعة عطر كده، يعني هي شكلها اصلا العلبة شكلها فخم كده وقطيفة ومش عارفة ايه، بس فعلا ريحتها ناعمة وهادية جدا، عطر هادي جدا. الناس بقى اللي هي مش بتحب الحاجات التقيلة، والناس اللي هي مش بتحب الحاجات اللي هي بتخنق، ريحتك بقى يبقى فريش كده ناعم. ريحة أنوثة كده، خفيفة بس زهرة برضو، ريحته لذيذة جدا. وعجبني برضو قوي 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 قوي. ارشحه على فكرة، هيعجب كل الاذواق يعني. عجبني. انت اول ما بترشيه كده بيبقى ريحته لا مش واو قوي، بس بعد كده دقيقتين 3 بتلاقي ريحته فعلا في الجسم وعلى الهدوم ريحتها ناعمة، وريحة نظافة وريحة نعومة كده وأنوثة وحلوة قوي قوي قوي. عجبني برضو، كان اكتشاف بالنسبة لي أميرة العرب ده. هي انا مش عارفه ليه لطيفه بتعمل العبوات شكلها كده فخمه قوي، وتحس ان شكلها يخوف، وتيجي تشم العطر تحس ان هو مش لايق على العبوه، ما اعرفش ليه بصراحه. عطر يعني تصميمات عطرهم شكلها كده حاجه كده، مش عارفه اوصفها لكم ازاي. بس هو فعلا العطر ده ناعم وحلو ورشحه فعلا لكل البنات، واديله 8 من 10. ثباته كمان حلو ومعقول. و بصوا هو حلو تمام، بس مش من العطور بقى اللي هي السكسي ولا المغرية ولا الكلام ده كله. هو عطر كده يعني هادي وعطر ناعم، ومن ضمن مكوناته المسك وحمضيات وتركيبة كده غريبة قوي وقطن وبرجموت، حاجات كده غريبة. يعني تركيبة غريبة، لو قرأتيها هتلاقيها غريبة، بس في الآخر بتديكي عطر ناعم جدا وراقي
وحاجة كده يعني أنوثة بصراحة، حلو عجبني. آآ بس ثباته برضه مش أوي، تمام، ثباته يعني نُص، نُص. بالنسبة بقى لفخر لطافة، فخر لطافة برضه العلبة شكلها يعني فخمة أوي بقى، وحاجة كده تحس إن هو وسام الجمهورية يعني. اللي بيصمم اللي بيصمم عطور لطافة بجد، أنا نفسي أقعد معاه أقول له أنت بتعمل كده ليه. ما علينا. المهم العطر شكله فخم كده وجبار ومش عارفة ايه، والإزازة شكلها كبيرة كده وتخوف كده بس العطر اللي جوه بقى، بصوا شجري تقيل، هو شجري تقيل قوي، وعطر كده شرقي شرقي بجدارة. إيه ثباته حلو جدا، ثباته كويس جدا، تقيل، إيه واضح وظاهر وتقيل، إيه وثباته تحفة. إيه لكن برضو مش اللاين اللي هو بتاعي، انا بحب الحاجات اللي هي بتبقى يعني خفيفة شوية في حاسة الشم، يعني مبحبش الحاجات اللي هي بتبقى خانقة. الشرقي بقى يا جماعة التقيل هو ده. نيجي بقى هنا انا الابيض ده، بصوا عشقي عشقي، شوفوا برضو يعني ده عطر بقى تقيل يعني فخم، وحاساه كده حاجة جبارة، وحاطينه في عبوة شكلها يعني عادي. دي ملاحظة على فكرة على عطور اللطافة، بس العطر ده حبيته جدا 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 جدا. بصوا بقى يا جماعة برضو يعني حاسة ان هو نفس لاين يارا كده، اللي هو الحاجات التقيلة الواضحة، بس مش خانقاني، ما فيش مش خانقاني كده، لا. عطر بقى الشياكة بتاع الناس اللي هي الكلاسي كده، حاجة واو، حاجة بنت ناس قوي يا جماعة. العطر ده فعلا ابن ناس كده، حاسة ان انا عايزة احطه والبس الفرير بتاعي وانزل بقى اروح اسهر بقى، فاهمة؟ حاجة كده تقيلة وحاجة راقية وحاجة تحفة. انا الابيض ده فظيع، وثباته كمان تحفة. بالنسبة لهيبة، بصراحة محبتهوش لانه مش فاهماه بصراحة، خفيف و معرفش، مش عارفة، ما حسيتوش قوي بصراحة يعني. ممكن يكون ذوق ناس تانية، بس هو بصراحة ما كانش ذوقي، ويعتبر أقل عطر عجبني في مجموعة لطافة كلها هو هيبة ده. اسمه مش لايق على عطره بأمانة يعني، تمام. لكن أنا الأبيض بصراحة حاجة يا جماعة تجنن تجنن تجنن. آم، ممكن ده فعلا زي ما قلت لكم يكون ذوق ناس تانية، بس هو مش ذوقي. خفيف وريحته كده مش بتعمل لي سعادة. نيجي بقى للجامدة التحفة القمرة اللي هي خدت قلبي كده، خدت قلبي من أول نظرة، عطر مهرة. بصوا يا جماعة، ولا كلمة ولا كلمة، جامع بقى كل اللي فات ده كله في عبوة واحدة. شياكة، أناقة، عطر كلاسيكي، عطر راقي قوي قوي قوي، جميل 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 وتقيل وثبات وحاجة كده. بصوا بجد والله العظيم اللي هتاخده مش هتندم مش هتندم. إيه، اقوى كمان من يارا، يعني هو نفس لاين يارا برضو، بس اقوى منها، اتقل منها واثبت منها، وتحفة تحفة. كل جنيه اتدفع فيها يا جماعة حلال 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 حلال. انا حبيته ده بقى اديله 100 من 10، لان فعلا دخل قلبي من من اول شمة برضو. ريحته بجد بنت ناس قوي، ريحته يعني هو مصنف من اللي هي العطور المسكات، او المسكات وخشبيات وكده وتوابل، مش عارفة ازاي، بس هو فعلا ريحته ولا بتخنق ولا بتضايق. ريحته شياكة قوي قوي قوي، ريحته ابن ناس قوي. اول ما شميته فعلا بجد خلاص يعني انا مش هسيبه. عارفين الناس اللي هي اذواقها راقية وبتفهم في العطور قوي هيحبوا جدا على فكرة، لان ذوقه فعلا يعني ولا كلمة، ولا غلطة ولا كلمة. وانصح اي بنت فعلا عايزة يبقى ريحتها شيك كده وعايزة تبقى مميزة، هاتي مهرة فظيع، ثباته كمان تحفة جدا هيعجبكم. اتمنى بجد بجد ان هو يكون عند كل البنات. جماعة ما تنسوش بقى ان العطور دي ما بنخرجش بيها بره الشارع، يعني العطور دي لينا احنا. آه، فظيع يا جماعة، وفعلا فعلا حلال فيه كل جنيه، تحفة. نيجي بقى لعطر خمرة، وده انا كنت عملت عنه ريفيو قبل كده في القناة اصلا.
تقدروا تشوفوه. هو عموما من العطور اللي هي الشتوية. بس انا فعلا بقيت متضايقه قوي ان انا بقيت بشم الرجاله حطاه يعني، وانا في الشارع او في المواصلات او كده بقيت بشم الرجاله حطاه. ودي حاجه بقت مضايقاني بصراحه، يعني مش للدرجه دي يا جماعه. هو عطر عموما شتوي وعطر مسكر وعطر كده يعني برضو ليه حاله خاصه. ده كان ريفيو النهارده عن عطور لطافه اللي احنا فعلا يا جماعه محظوظين بيها. انا فعلا محظوظه ان في براند عربيه قدرت ان هي تغنينا عن المستورد الأجنبي والأوروبي، والحاجات دي فعلا تحفة. وأسعارها في متناول يعني الجميع. تستاهل فعلا كل جنيه. وما شاء الله يعني أغلب العطور اللي فيها فعلا حلوة وفعلا ثباتها كويس وأسعارها حلوة. دول بقى أكتر 4 عجبوني أوي أوي أوي. طبعا رقم 1 مهرة، التانية يارا، والتالتة أنا الأبيض، والرابعة أميرة العرب. أعتقد إن دول هيعجبوا اكتر فئة من البنات واكتر فئة من الناس. اعتقد ان مش هيبقى عليهم اختلافات كتيرة قوي، وهيعجبوا اكتر فئة من الناس. واعتقد برضو ان هم اكتر حاجة ترندي، وفعلا عليهم اقبال حلو جدا. عجبوني عجبوني عجبوني، وارشحهم لكل البنات. وشكرا لطافة، واتمنى يكون الريفيو عجبكم. استنوني ان شاء الله في ريفيوهات تانية. وباي باي.